لقد زرتم الرئيس اليمني للاطمئنان على صحته، فما وضع جراحه؟ أنا رأيته بعد الحادث مباشرة، حروق في الوجه، حروق في اليدات، بعض الحروق في الصدر، وفي يعني عود من الخشب دخل هنا بين الأضلاع وتم إخراجه. المؤشرات تدل على عملية اغتيال للرئيس صالح، فبماذا تفيد تحقيقاتكم؟ أنا كانت معي مكالمة مع جون برين. ده انجليزي ده يا مرسي. مين؟ مينز دي انجليزي؟ لا. امال ده يا مرسي؟ فيومي. فيومي ايه؟ انجليزي. اسمها مين؟ MENEOHAWX 910. امال ايه؟ ماذا عن التحقيقات اليمنية؟ فالمؤشرات تؤكد وجود متفجرات بالمسجد وليس صواريخ. لا نقدرش نحكم بهذا، يعني ما نقدرش نحكم به بالضبط. هو انفجار داخل المسجد صحيح، ولكن عمد فكه في المسجد خارجية، أوجد فكه خارجية في المسجد. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. فكه في المسجد خارجية، أوجد فكه خارجية في المسجد. ايه؟ يا نهار اسود، ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. ايه ده؟ السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها. مخه بقى ففاه وجزمته بقت في دماغه. هل ضاعفت واشنطن من غارات طائراتها العاملة دون طيار؟ الطائرة بدون طيار في نوعين، طائرة تصور وتعطيك كل شيء، وطائرة يعني بدون طيار وتحمل صاروخ. هذا الصاروخ ما ينطلق إلا إذا هو الصوت حقك الذي أنت مسجل عند CIA إنك عدو إرهابي، وتسجيل الصوت حقك يكون ممسوك بالتليفون، تتكلم بالتليفون، مربوط عبر الأقمار الصناعية، مربوط إلى الطائرة. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة عمال يقول ده صحيح يا جدع. انت سمعت ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا. إنني أتابع آراء المواطنين حول قضايا الساعة وتحرك حكومة الحزب في التعامل معها. أتابع تحركها لتحسين جودة الخبز والتصدي لمشكلات النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة. أتابع تعامل الحكومة مع مخاطر انتشار الإنفلونزا الوبائية وانعكاساتها على العام الدراسي، كما أتابع يوما بيوم غير ذلك من القضايا محل انشغال المواطنين. انت فاكر يعني هقعد افر كل حاجه في البلد يعني؟ يا راجل كبر مخك. إن استمرار متابعة الحزب وحكومته لكل هذه القضايا وغيرها مسؤولية والتزام. كما لفت الزعيم الليبي معمر القذافي الأنظار في المؤتمرات والمحافل الدولية من خلال مواقفه الغريبة والطريفة وغير المفهومة في بعض الأحيان. الأخ قائد الثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، رئيس الاتحاد الإفريقي وملك ملوك إفريقيا. للعقيد طقوس على المنابر الدولية والعربية، أهمها الخروج عن النص. الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم. أولا الإسرائيليين
اتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة 20 سنة ولم يهتموا بها. ولا ضرر عند العقيد في تكرار الفكرة بعد أعوام. هي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، زين؟ إذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الإسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنة، لماذا لما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ وحتى لا تتكرر الفكرة كثيرا وضع حلها العقيد في الكتاب الأبيض. أنا قدمت لكم حل وقدمت حتى للعالم ما يسمى بالكتاب الأبيض، وهذا الكتاب الأبيض فيه حل سراطين بعدين علي بشر. أما العدو عند العقيد فقد يكون عميلا مفيدا. شارون هذا عميل للفلسطينيين وعميل للعرب. كيف؟ قالوا لي إنه هو يعمل في أشياء تؤدي إلى ذبح الإسرائيليين بالعشرات وبالمئات. إذا هذا مدسوس داخل الإسرائيليين. ميثاق الأمم المتحدة لا داعي له. هذا انتهى وقته في الحرب العالمية الثانية. هذا العقيد يعلم أن طول الخطاب قد يدفع بالنعاس. كلكم نايمين تو، كلكم تعبانين، واضح. ليش هذا التعب؟ وللعقيد علاقة غريبة مع المترجمين. لازم الترجم بالجملة معك. زيادة المقاعد يزيد الطين بلة. أنا ما بعرف المترجم كيف ترجم الطين بلة، هذه مثل يصعب ترجمتها بالإنجليزي يعني، لكن المساعدة كان فيها هي to add insult to injury. عودة إلى القمم العربية، المنبر المفضل ربما للعقيد، فهي الجامع الوحيد به مع العرب كما يقول. احنا أعداء لبعضنا، احنا كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة. رغم كلام العقيد وبعد أعوام عاد واتهم العرب بخيانته ولامهم على ذلك. أجهزة عربية للأسف شقيقة تغدركم وتخونكم، هذه آخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. هاني أبو عياش، العربية. فخامة الرئيس العزيز عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس، نشيد ما شاهدناه اليوم من إبرام العديد نود أن نعبر عن تقدير الرئيس وأعضاء جانبي مجلس التنسيق السعودي المصري لما بذلوه بجهود موفقة للالتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات وفقا لما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة وخدمة المصالح لدينا وتطلعات الشعبين. يمكن هذه الجهود المباركة، وقد اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بين بلدين شقيقين اللذين يقعان في قلب العالم. إن هذه الخطوة التاريخية متمثلة في ربط البري بين الفقرتين الآسيوية والأفريقية. إننا فخورون بما حققناه من إنجازات على كافة الأصعدة، ورفضنا المساس بأمن الفؤاد، وهذا التضامني تشتغل لمصر لعصر عربي جديد. لماذا قمنا بالثورة؟ أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة. أنا كنت في الحمام ساعتها.
يعني برضو بحكم ان انا يعني مواطنة مصرية اكاديمية، مارست الاعلام مؤخرا على الارض، بتصور انه في حاجة اسمها قانون لازم يحكم العملية الاعلامية، لا تترك لضمائر الناس، لانه ده الشيء الوحيد اللي ممكن يبقى نسبي. مسألة الضمير نسبي. بدون شك القانون مطلوب لتنظيم حياة الناس والسيطرة على الصواب والعقاب فيها يعني. لكن قبل ده برضو الضمير مهم قوي، وما تقدرش حضرتك تغفليه، لان احنا يعني مش معقول يعني كده احنا بنتهم بعض بشكل او باخر من غير قصد، يعني بان احنا مش يعني، وده مش كويس. انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. مش انت قول ايه؟ قلت ايه؟ البتاعه امك مالها ومالك